السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ ان شاء الله النهاردة في معانا وصفة او ماسك او قناع للوجه. احنا هنعمله بايدينا. طبعا احنا عارفين اي ماسك طبيعي او قناع طبيعي بيبقى افضل بكتير جدا من الماسكات الصناعية، لان طبعا اكيد بيدخل في مكوناتها بعض المواد الكيماوية وكده. فاكيد برضو الماسكات اللي هي جاهزة دي بيبقى برضو في منها كويس، وبرضو بيبقى في منها الوحش، وفي منها اللي مش بيأثر خالص، ملوش اي تأثير وبندفع فلوس على الفاضي وخلاص. بس الماسك اللي انا جايبه لكم النهارده ده لا، فعال جدا، كويس جدا، يناسب جميع انواع البشرة. آه، يعني من تجارب ناس بمختلف انواع بشرتهم حسيت ان هو لا، جميل جدا معاهم ومناسبهم. ويلا بينا نشوف الخطوات. اول حاجة هتبقى معانا معلقة بن. البن اللي انت بتشربوه عادي، بن عادي خالص، ممكن تجيبي معلقة او معلقتين حسب الكمية اللي انت محتاجاها. وهنخلطهم بقليل جدا من مية الورد. ماء الورد ايا كان النوع اللي انت هتشتريه او الاسم اللي انت هتشتريه. يعني مثلا الاسم ده اسمه يمامة، في انواع اسماء تانية، فانا مش بجبركم ان انتوا تجيبوا النوع ده بالذات، لا، اي نوع مية ورد. واوريكم ازاي هنخلطهم ببعض والطريقة. هنا حطيت البن في الطبق او المكان اللي احنا مخصصينه ليه. بعد كده هنبدأ نحط مية الورد، حاجة بسيطة كده، ونبدأ ان احنا نخلطهم بالراحة. ما بحبش دايما اعمل في حاجات واسعة او حاجات كبيرة، بحب الكمية تبقى قدامي كده متحددة. نبدأ نخلط بحيث ان مية الورد تتشبع بال بالبن. هخلطه وارجع لكم تاني ان شاء الله. بس انا كده خلطت الماسك، البن مع مية الورد، وخليته متجانس كده زي ما انتوا شايفينه. بعد كده ابدا ادهنه على بشرة الوجه كله. ما تخافوش خالص، انتوا هتحسوا ان انتوا شكلكم بقى غريب جدا، كل الوش بني قوي او مسمر يعني كده. ده بالماسك طبعا وانت حطاه، فيعني انصحك ما تقعديش قدام حد بيه يعني علشان ما يترعبش بس من منظرك. بعد كده بتسيبيه على بشرتك يعني براحتك، لانها كلها مواد طبيعيه مفيهاش اي ضرر. بس انا بقولك خليها نص ساعه. وبعد كده آه بس وانتي بتقشريه، قشريه بحركات دائريه مساج كده، علشان لو في اي خلايا جلد ميت اي حاجه، آه الماسك ده يظبطها. تفركيه كده بحركات دائريه من كل وشك. وبعد كده اغسلي وشك، ما تقلقوش في بنات يقولوا طب بني ده هيخلي لون البشره بني وكده، لا 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 لا، ما فيش اي الكلام ده خالص، بالعكس. بيعمل صفاء كده في البشره، يخليها صافيه وجميله. بتبقى نقيه جدا. بجد لو انتوا داومتوا عليه لفتره، آه، اولا لو البشرة فيها حبوب هتختفي، لو فيها بقع برضو هتختفي، بس تدريجيا طبعا، وتستمروا مدة عليه، يعني مش تعملوه مرتين تلاتة وتقولوا مفيش نتيجة، لا. الماسكات الطبيعية دايما يا بنات بيبقى ليها تأثير جميل وتأثير ممتاز جدا، احسن من تأثير الماسكات الصناعية بكتير بصراحة. بس الحاجة اللي المفروض نعملها ان احنا نداوم عليه، يعني ما نعملوش مره او اتنين وقلت ما جابش نتيجه، لا، داوم عليه. برضو الماسك ده انا بحبه مع ميه الورد. في ناس تانية بتعمله بالليمون، يعني تعصر ليمون كده على البن وتبدا تدهن بشره الوجه. بس انا بقول للبنات اللي بشرتها دهنيه اعملي كده بالليمون. انما البشره جافه وكده، يعني خايفه اقولك ان ممكن يطلع في وشك حبوب لو عملتيه بالليمون، او تنشف وشك قوي وكده. يا اما لو عايزه تعمليه بالليمون وانت بشرتك جافه، ممكن يبقى حاجه بسيطه خالص، ممكن 5 دقايق 10 دقايق كده بالكتير قوي يعني. بس انا انصح عشان تبقى في الامان زي ما انا قلتلك كده، البن ما وتخلطيه بايه بميه الورد، وسيبيه على وشك اولا، هيخلي ريحه وشك جميله جدا.
انتي اول ما هتحطي الماسك هتحسي ان بشرتك صافيه وناعمه. واحلى حاجه بقى لما تستمر عليها مده طويله بجد هتحسي بالنتيجه، وهتعرفي ان صح الكلام اللي انا قلتهولك. بعد ما انتي هتحطي الماسك خلاص، تبدأي تغسلي وشك بمية فترة. اوعي تعمليها بدافية او بسخنة، لا، احنا عايزينها مية فترة نازلة من الحنفية عادي، المية اللي هي واخدة درجة حرارة الجو عندك في المكان اللي انت قاعدة فيه. آم، علشان الوش ما يلتهبش، فلازم تبقى مية فترة زي ما انا قلت لكم قبل كده في كل ماسكات وفي اي حاجه يا جماعه. في بتعملي ماسك، بتعملي تشقير، بتعملي اي حاجه عايزه تغسلي الماده اللي انت حطيتيها على وشك دي، يبقى مفيش احسن من الميه الفتره اللي هي نازله من الحنفيه. بس خلاص كده، كده الماسك انت عملتيه. مش محتاجة انك تعملي اي حاجة بعديه بقى خلاص. عايزة تستخدمي بقى اي نوع تونر عندك، لان الحاجات دي بتفتح مسام الوش شوية. عايزة تستخدمي اي نوع تونر بقى علشان تقفلي مسام، عشان ما تتلوثي بالاتربة واي حاجة. طبعا ليكي حرية الاختيار في التونر اللي انت بتستخدميه. في ناس بتستخدم تونرات الموجودة في الصيدلية. أنا بالنسبة لي أنا بستخدم التونر اللي موجود في أوريفليم. في أكتر من نوع تونر، أنا بصراحة ما بثبتش على نوع تونر من أوريفليم، يعني ممكن أجيب مرة دي نوع، المرة اللي بعدها نوع. كل الأنواع بصراحة ممتازة. التونرات أو التونر الموجود في أوريفليم جربتهم كلهم حلوين، مبيعملوش ضرر ولا أي حاجة الحمد لله. بس هو كده كل ما يتعلق بالماسك بتاعنا، وازاي بنغسله، وازاي العناية اللي بعد كده اللي هي بعد ما تخلصيه وتغسليه تعملي التونر. في نهاية الفيديو بقول لكم شكرا جدا ان انتوا استمرتوا لغاية اخر الفيديو، وبقول لكم بليز اعملوا اعجاب وسبسكرايب كتير جدا عشان القناة تكبر. طبعا هي مش هتكبر الا بوجودكم وبيكم، وان شاء الله هتلاقوا كل حاجة انتي ممكن تستفسري عنها في شعرك، في بشرتك، في اي حاجة. يعني ان شاء الله احنا مواضيعنا هتبقى مفتوحة في كل حاجة بإذن الله. والهدف الأول والأخير من قناتنا زي ما قلت في أكتر من فيديو ليا هو الاستفادة. مش شرط افيدكم انتوا بس، لا، وانتوا كمان تفيدوني، كل واحدة بخبراتها وبتجاربها. انا اشتريت حاجة واقولك اذا كانت حلوة او وحشة، وانت اشتريتي حاجة وتقولي اذا كانت حلوة او وحشة. كلنا نساعد بعض يا بنات، وكلنا ندي لبعض خبراتنا. بس زي ما قلت لكم ان شاء الله منتظره منكم كومنتات حلوه واعجابات، ويا ريت تعملوا سبسكرايب انتوا واصحابكم، تعملوا شير للفيديو. ومع السلامه.